السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفلاحة كي دايرين؟ كلشي بخير، الصحة لاباس؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله من بعد ما دازت هاد الشتيوة غادي ندوزو ان شاء الله الوقاية ديال الطابلور والويديوم، ضروري ومؤكد. اذا اليوم الجمعة ان شاء الله. بالنسبة للناس اللي متبعين البروغرام ان شاء الله كيخصنا نبداو اليوم. غادي ندوزو قلنا طابلور وغادي ندوزو الويديو. اللي عنده البيروس يدوز بالنسبه للطابلور، اللي عنده البيروس يدوز البيروس، اللي ما عندوش يدوز الديطان المانكوفي، اللي يدوز داك الديطان الزرق، ما كاين مشكل. والويديوم بالنسبه للناس اللي عندهم الكبريت يدوزوها. هاد السيمانه راه بارد الحال، وحتى في السيمانه الجايه ان شاء الله داخله راه كاين باقي الشتا، يعني عندنا غير واحد اليومين هي اللي فيها على حساب، والعلم لله، ولكن على حساب النشرة، على حساب ما قالوا في النشرة. اذا غادي ندوزو اليوم. اللي شاف الفيديو اليوم يدوز اليوم، اللي ما شافوش يعني حتى الغدا ولا ما عندوش كيفاش، المهم غدا ماكسيموم غدا خصو يدوز ان شاء الله الدواء بحول الله. غادي تشوفوا معايا حنا كاين حنا راه كنداويو. هذا الكبريت كدوز ان شاء الله. موراها غادي ندوزو البيروس ان شاء الله بجهد الله. اذا هذا هو البلان بالنسبه للناس اللي متبعه معايا. راه ان شاء الله خصهم يدوزو. انا قلت لكم الوقايه ديال الطابلور والويديوم كما كتعرفوا، ما خصناش نتسناو حتى يبان عندنا المرض عاد نداويو. من الاحسن نداويو مباشره غير تخرج الشمس. كانت شتيوه، دابا الحمد لله اليوم وغدا الجو مزيان. الجو عندنا معتدل تبارك الله، ما كاينش. الجو عندنا معتدل، يعني خصنا نداويو. وها كنظن هذا الشيء اللي داير كاع في هذه المناطق اللي قريبه لنا. فاس، نواحي فاس، مكناس، يمكن هذا الشيء اللي فيها كاع، يعني ان شاء الله الفكره وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.